مساء الخير، اهلا بيكم في اسهل طريقه مع ميم. النهارده بقى هنعمل الكالزوني. كالزوني يعني ايه؟ كالزوني اكله ايطاليه، يعني البيتزا المتطبقه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب العجان بتاعي او بوله غويطه واحط فيها كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. هضيف عليه معلقه ملح كبيره، هحط كمان معلقة كبيرة خميرة فورية، وعليها معلقة كبيرة من السكر، وهخلط ده كله مع بعض. هحط معلقة زعتر صغيرة وسط العجينة، هتفرق كتير قوي في الطعم. هضيف نص كوباية من زيت الزيتون على العجينة كده وهي بتتعجن. هحط بقى المية ملهاش مقدار، يعني انا هحط شوية بشوية كده لغاية لما العجينة عندي تتلم، بس ما تكونش بتلزق. يعني انا مش عايزاها عجينة بتلزق، انا عايزاها عجينة تتفرد. خلاص كده العجينة عندي بقت طرية وحلوة ما بتلزقش. بس اهي بصوا ما بتلزقش. هسيبها بقى تخمر نص ساعة. طبعا هغطيها واسيبها تخمر نص ساعة ساعة، وبعد كده نشتغل بيها. هنعمل بقى الصلصة بتاعة الكالزوني اللي هي صلصة البيتزا. الصلصة دي في برطمانات جاهزة، بس احنا لو ما عندناش جاهز هتحطي نص برطمان او برطمان حسب الكمية اللي عندك. هتحطي عليها نص معلقة ملح او حسب الرغبة. هتحطي نص معلقة فلفل اسود مليانة. هتحطي ممكن نص معلقة بودرة ثوم، انا بحب احط الثوم المهروس، هحط نص معلقة. وهتحطي معلقة صغيرة مليانة زعتر. هنحط كمان حوالي فنجان من زيت زيتون، وهنقلب كل ده مع بعضه. خلاص اهي خمرت عندنا العجينة خمرت، وهنقسمها بقى كور. هحطها على ورق زبدة مدهون كده شوية زيت، هفردها كويس. انا عايزة اعملها دايرة، ما تكونش تخينة ولا تكون رفيعة. احنا كده رقيناها وعملناها دايرة. بصوا سمكها رفيع علشان لما تخمر هتتخن تاني وهيبقى سمكها اكتر من كده. هنجيب بقى الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي، وهنحطها في النص ده كده والنص ده كده. هبعد عن الحروف علشان الحروف دي انا هقفلها. اول حاجة هنحط حشوة الفراخ اللي احنا كنا عملناها الفيديو اللي فات لو فاكرين مع بعض. فاكرين حشوة الفراخ دي اهي. هنحطها في النص ده كده، وبعد ما حطينا كده الحشوة الجميلة دي هننزل بقى بشوية جبنة موتزاريلا كده عليها، تدي بقى المطة الجبارة والطعم الجميل. مش بس كده هنسكت كده، لا مش هنسكت، نحط كمان ميكس جبن. ايه الجمال ده اهو. خلاص كل ده في نص واحد، انا ما حطيتش على النص التاني. هاخد بقى النص ده اقلبه على النص ده بالراحة جدا، واقوم قافلة كده، اغطي كويس قوي اهو وادوس. هاخد من هنا اهو. نبتدي بقى نتني الحرف كده اهو اهو. انا مش عايزاه يتفتح. هاجي بقى على وش الكالزوني بتاعي، هدهن كده خفيف جدا من الصلصة اللي احنا عملناها سوا، وهحط عليها شوية زيت كده زيتون علشان يديني اللون الحلو اللي انا عايزاه. طبعا انا مسخنه الفرن قبل ما اشتغل خالص،
يعني لازم تخش على فرن سخن جدا علشان هي ما بتاخدش كتير في الفرن. هنعمل بقى واحدة تانية ونشوف هنعملها ازاي. التانية بقى هناخد برضو نفس الكلام، الصلصة بتاعت البيتزا، وهنعمل بقى حشوة تانية. طبعا الحشوات دي بمزاجك، يعني مقدرش افرض عليكي حشوة معينة، كل واحد هو حر. انا هحط مثلا بسطرمة برضو في النص عشان ما تنسوش، في نص واحد من العجينة اللي احنا فردينها دي. شوية زيتون اسود، حطينا زيتون اخضر، هنحط زيتون اسود. في عندي كمان فلفل اخضر وفلفل اصفر اهو كده. هنحط الجبنة الموتزاريلا اهي، وبعد كده هنحط ميكس جبن. دي بقى هنحط كام واحدة زيتون كده على الوش اهو، ونخليها وش بيتزا كده. نحط عليها شوية جبنة من بره. نخش بقى على فرن 200 درجة حرارة متسخن من قبل كده، بقاله حوالي نص ساعة مسخناه لغاية لما تستوي وتحمر. بصوا بقى الكالزوني بتاعنا طلع اهو من الفرن في منتهى الجمال. قطعناه كل واحد نصين. بصوا الحشوة من جوه عاملة ازاي، بصوا والجبن عاملة ازاي يا جماعة، حاجة مش معقولة، لازم تجربوه. الكالزوني ده بينفع في كل حاجة، في غدا، في عشاء، في سحور رمضان، حاجة في منتهى الجمال. وين جربتوه وعجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش الكومنتات او التعليقات اللي انا بستناها علشان اعرف رأيكم في الحاجات اللي انا بقدمها. ودي طريقة عمل الكالزوني او البيتزا المطبقة بأسهل طريقة مع مين.